انا منزلها ايه والله؟ منزلها واتس. صباح الخير او مساء الخير، على حسب ما بتشوفونا. التحدي بتاعنا النهارده محتاج خفة يد، خفة دم، خفة ظل، خفة عون. يا رب نكون خفاف عليكم. التحدي بتاعنا النهارده هو بسيط خالص، هتقول 3 نكت بس بشكل تراجيدي شويه. هتقول 3 نكت وانت بتعيط متضايق، بس لازم نضحك للاسف. حرفيا. يا رب استرها معانا. يلا يا ابني. مره قهوجي اشترى عربيه ميكروباص، طلع الكراسي بره. مرة واحد صعيدي راح سينما لقاها مكتوب عليها بلس 18، راح جاب 17 واحد وجه. مره ترزي الترزي راح يشتغل محامي عشان يطبق القانون. مرة واحد مشي في الشارع شاف عربية إسعاف فوقفها، قال له يا اسطى انت معك حالة؟ قال له اه. قال له نزلها واتس. نزلها ايه؟ انا منزلها ايه والله؟ نزلها واتس. مرة كوسة وقعت على الأرض، قالت أي أنا اتقورت، أنا اتقورت. مرة تامر عاشور كان رايح حفلة فقال لهم ما تجيبوليش عربية، أنا هاجي على نفسي. لا ده حلو، ماشي جامد. شروط التحدي النهارده إنك تقول 3 نكت بشكل حزين من غير ما تضحك. أهم حاجة تصور فيديو ويكون مرة واحدة، من غير مونتاج، من غير غش. ابعت لنا الفيديو على الصفحة في خلال 24 ساعة وهتكسب معانا تذكرتين سينما وفيلم كوميدي. يلا ضحكونا. والله العظيم يا مجدي، شوف يا مجدي البت دي صعبة قوي والله، انا مش ينفع اشتغل معاها تاني. كمل. هقول اللي بعدها. هقول اللي بعدها. مرة كوسة وقعت على العرض،